نهاركم زين، نهاركم طيب البنات. معكم السيدة ماجدة صاحبة قناة بوجيدة قسطنطين. لتتعرف على القناة لأول مرة نرحب بها ونطلب منها الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلها كل جديد. كما أنكم تقدروا تتابعوني على صفحتي على الانستغرام اسمها نفس اسم القناة بوجيدة قسطنطين. اليوم إن شاء الله جيتكم بحلوة بنينة بزاف بريزونطابل. نتمنى إن شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة، يعجبكم التزيين، تخليوا لي آراءكم وتعليقاتكم وندخلوا في الوصفة مباشرة. عندي 250 غرام تاع حلوة الترك، عندي 250 غرام تاع الزبدة بحرارة الغرفة، وعندي بيمو مرحي. هذه الكمية دخلت لي فيها زوج بايت تاع بيمو رحيته رطب، وراح نستعمل هذا المول بيراميد اللي يجي على هذا الشكل. نعاود في عجاله، قلنا عندنا 250 غرام حلوة الترك، 250 غرام زبده، وزوج بايت تاع بيمو مرحي رطب اللي هو اللي حلم به الكريمه تاعي. راح نطلع حلوة الترك تاعي والزبده على كف اليد فقط، نطلعهم شكل بوماد بهذه الطريقه. البنات كميه المكسرات اللي تكون في حلوة الترك ما تنحيوهاش، يعني كيما اللوز كيما البيستاش كيما ديك الشوكولا خليوها، راح تزيد لكم بنه للكاطو تاعكم. المهم لازمنا ندوبوا الزبده مليح مع حلوة الترك، ومن بعد نشيحوا لاباط تاعنا عادي بالكاطو. البنات جبت المول هذاك تاعي فرشته بالفيلم اليمونتير. الكميه هذه خرجت لي زوج تاع لي مول هكذا تاع لا بيراميد هذه. فرشت هذاك، حطيت نص لافارس، حاولت اني نتكى عليها مليح باش تحكم لومبران تاع البيراميد، وحطيت فيها كميه تاع حلوة الترك اللي دقدقتها غير بيديا بهذه الطريقه، ونحاول اني نغطي البيراميد تاعي ببقيه العجينه، يعني وتكون تجي العجينه متماسكه، ما تجيش يابسه وما تجيش طريه بزاف باش تعطيكم الطوع تاع الخدمه. نقفل عليها مليح، نزيد نغطيها بالفيلم اليمونتير باسكو راح ندخلها مده معينه للمجمد باش نخدم بها. هنا قلت لكم قعدت لي نص العجينه، هاني احتفظت بها هنا في لو ساشي باش ما تنشفليش وما تخلصش من هذاك ليدام تاعها. ندخل المول تاعي للمجمد. هنا من بعد ما خرجته حطيته فوق بابي بور، وذوبت كميه من الشوكولا خيروا كيما تحبوا. انا درت شوكولا ولي، ممكن ديروا شوكولا نوار، ممكن المزيجين ما بيناتهم، ممكن ديروا شوكولا بلون. راح نعتمد في التزيين على النوا كوكو عفوا وعلى الفيتين. راح نبدا ندهن ماشي نكلاصيه البنات، سي جوست ندهن برك باش نقدر نلصق هذاك التزيين تاعي فيه يعني بكل سهوله. خدمت هكذا بهذا السباتول لي براتيك يعني كيما راكم تشوفوا. هنا الشيكولا البنات لازمكم تكونوا غابيد في التزيين باسكو الواحد تاعنا راه كان في المجمد باش ما تجمدلناش الشوكولا يعني، وهذا هو المشكل اللي طحت فيه انا. يعني نط دهنته كامل وزربت جبنت لي الشوكولا. المهم هنا نص تاع البيراميد درته بلا نوا كوكو، ونص تاع البيراميد درته بلا فيتين. صراحه البنات لا فيتين زادت بنه الوصفه تاعي، خاصه كي تكون لا فيتين جديده وبنينه ومازالت تتقرمش. البنات هنا شريت هاد الترانسفير تاع عيد الفطر، راهم خرجوا جدد، هادو هما الطوندونس الجديده تاع عيد الفطر. عمرته بالشوكولا هذه من قبل، سبقت هاد الترانسفير هو الاول وحطيته يجمد باش نزين به. شوفوا هنا كي قطعت البيراميد تاعي كيفاش جا الشكل تاعو ما شاء الله. شوفوا حلوة الترك كيفاه تبان في النص. من بعد حطيت شويه فقط تاع الشوكولا على الوجه تاع الكاطو تاعي وحطيت عليه الترانسفير. ممكن انكم في البريزونطاسيون ممكن تحطوهم كيما هكذا لا بيراميد تاعكم هكذا، ولا ممكن توقفوهم كيما وقفتهم انا عطيتكم النوعين في زوج. شوفوا هنا الشكل كيفاش جا ما شاء الله. هذه قلت لكم لا بيراميد كامله بعد ما وجدتها. هنا عطيتكم فقط بعض الصور. ممكن تستغناو كاريمون على هذا الترانسفير هذا، ممكن تعوضوه بترانسفير واحد اخر، ولا تخليوه قلتلكم تستغناو عليه باش تقعد حلوه هذيك الترك تبان. وفي النهايه كانت هذه هي الوصفه تاعي، كان هذا هو التزيين تاعي. هذا لو مول البنات بهذا ليبيسور اللي قصيت به انا خرج لي 12 حبه، يعني اونتو الكميه اللي عطيتها لكم تاع 250 حبه تخرج لكم 24 حبه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، تخليوا لي ارائكم وتعليقاتكم. سلام.